ايه وجه التشابه بين رمضان صبحي وصن داونز؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة من البرنامج الكروي الجميل من بوفو ستوديوز، وهذا أنا صبري سراج. واحد من أشهر وأهم المصطلحات اللي بيستخدمها جمهور السوشيال ميديا المتابع لكرة القدم، خصوصا في زمن الحنيكة الكروية. والأوفر ريتد أعزك الله هو الشيء أو الشخص الذي يوضع في مكانة لا يستحقها ويبالغ في تقييمه إلى درجة أن تختفي الحقيقة وراء المبالغة. زمان كانوا بيقولوا ده لعيب منفوخ أو دي فرقة واخدة أكبر من حجمها، لكن دلوقتي بقى مصطلح الأوفر ريتد هو اللي مسيطر على كل حاجة، لأن احنا بقينا في زمن العولمة الكروية. لكن هل كل اوفر ريتد هو اوفر ريتد بالضروره، ولا تفضيلاتنا واحكامنا الشخصيه واهوائنا هي اللي بتتحكم في نظرتنا للامور؟ عندي النهارده مثالين، لو بصينا لهم من الجنب اليمين هتلاقيهم اوفر ريتد، ولو بصينا لهم من الجنب الشمال هتلاقيهم حلوين وسخنين وبسمسم. نبدا بصن داونز، الفريق اللي بيقدم كره لاتينيه في الاراضي الافريقيه ودايما مرشح للفوز بدوري الابطال، لكنه دايما برضه بيحب ولا يطولش. الفريق الاكثر رهبنه في دور المجموعات، الفريق اللي كسب الاهلي 5، الفريق اللي وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا مرتين وفاز بيها مره واحده، الفريق الذي يحتوي جهازه الفني على 24 فرد، وقدم للاهلي مدرب بحجم موسيماني ولاعب بقيمه بيرسي تاو. لكن كل هذا الفرق والفحت والردم بيصطدم دايما بالخروج بالمراحل التاليه من دور المجموعات، سواء من دور الثمانيه او من قبل النهائي. طب ليه؟ هل لان صن داونز شايف ان الكنز في الرحله؟ هل لانه بيغلب المتعه على النتيجه؟ ولا هو شايف ان الهدف من الفن هو المتعه وبس؟ سؤال كمان، هل لان صن داونز بيلعب في مستوى تنافسي اقل من المستوى التنافسي في شمال افريقيا؟ ولا هل لان صن داونز بيلعب في مستوى تنافسي ضعيف محليا وكل الفرق هناك شبه بعض وبتلعب لعب مفتوح، فلما بيجي يلعب في دوري الابطال وبيصطدم بفرق شمال افريقيا ويواجه فرق منظمه او ما يطلق عليه بالكلاحه الكرويه بيعطل؟ طيب بالمعطيات دي، هل صن داونز فريق اوفر ريتد وهيفضل دايما يرقص على السلم، لا اللي فوق هيشوفوه ولا اللي تحت هيسمعوه؟ ولا هو ماشي في الطريق الصحيح وفي يوم من الايام هيكون منافس شرس على معركه الالقاب الافريقيه؟ ده سؤال حضرتك ممكن تجاوبنا عليه في التعليقات. نيجي للنموذج الثاني، رمضان صبحي. انا جايب لكم احصائيه عاملها الكاتب والمؤرخ مؤمن المحمدي، تعالوا نشوفها الاول وبعدين نتكلم. بعد ما الاهلي كسب دوري الابطال 2012 و2013، رمضان صبحي الناشئ اتصعد للفريق الاول في 2014. في 2014 و2015 و2016 الاهلي كان بيخرج من دور ال16 او بالكتير من دور المجموعات بمشاركه فعليه رمضان صبحي في النسختين الاخيرتين اللي هم 2015 و2016. بعدها خرج رمضان صبحي لرحلته في الدوري الانجليزي في موسمي 17 و18، وفي السنتين دول الاهلي وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا المرتين. رجع رمضان صبحي للاهلي في 2019، وفي السنه دي الاهلي خرج من بطوله افريقيا في الدور ربع النهائي. مسيره رمضان صبحي مع الاهلي توقفت افريقيا في نسخه 2020 بعد ماتشين من دور المجموعات، الاهلي كان اتغلب فيهم مباراه، وبعدها رمضان راح بيراميدز والاهلي كمل مشواره في البطوله، وطبعا انتوا عارفين كسبها ازاي. بعد ما رمضان راح بيراميدز والاهلي فاز بنسخه 2020، الاهلي وصل لكل النهائيات التاليه 2021 و2022 و2023، وحقق من الثلاثه الاخرانيين دول لقبين. اجمالا رمضان شارك مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا 18 مباراه، الاهلي اتغلب في 5 منها وتعادل في 3، والاهلي ما كسبش ولا مباراه خارج مصر بمشاركه رمضان صبحي، اللهم الا ماتش واحد في دور التمهيد. في ال 18 مباراه شاكب راكب رمضان ما سجلش غير هدفين، واحد من ضربه جزاء والتاني مش من ضربه جزاء. اصلا لو بصيتوا لبيراميدز دلوقتي هتلاقوه عمل اكبر سلسله فوز متتالي في تاريخه، وتخطى مرحلتين في كاس مصر، بيعيش ازهى عصوره في النتائج، وده في الوقت اللي رمضان فيه مصاب وما بيشاركش مع الفريق. فهل رمضان لاعب اوفر ريتد ولا هو مجرد سوء حظ؟ خصوصا ان رمضان له بصمات دوليه مهمه جدا، كان لاعب مهم جدا في تشكيله منتخب مصر اللي وصلت للكان 2017 بعد سنين ما كناش بنوصل فيها للبطوله، والمنتخب وصل للنهائي، وبعدها كان من اهم عوامل صعود مصر لكاس العالم 2018، ثم كان كابتن المنتخب الاولمبي واهم لاعب فيه في الفوز ببطوله افريقيا هنا في مصر سنه 2019. فهل انت شايف ان رمضان صبحي لاعب اوفر ريتد ولا لا؟ ده برضو اللي هنستناه من حضرتك في التعليقات. سلام.